لكن المواقف الحزينة الحقيقة يعني يحضرني الآن موقف وحيد. كنا نمثل المملكة في دولة الإمارات العربية في مهرجان الشعر العربي. طابع المملكة العربية السعودية في هذه المشاركات أن تأخذ من البنين والبنات، لكن البنات لا يشاركون بأشخاصهم ولكن بمشاركاتهم الشعرية، وتقدم وتعرض وتقيم وتجاز في المهرجانات. فأوكل لي مشاركة إحدى الأخوات، أخذت القصائد أرسلت لي عبر الإيميل وأخذتها معي، كانت تقريبا حوالي 14 أو 15 قصيدة. المطلوب مني اختيار نصين. اختيار نصين من بين هذه النصوص كلها كان أمر يعني متعب. ففي الليل تقريبا حوالي الساعة 9:30 بكرة بعرض القصائد، أرسلت رسالة على جوال الشاعرة بأنه أرجو اختيار نصين من 15 نص التي أرسلت لي. اليوم الآخر الصباح استيقظت، فتحت الجوال ولقيت فيه رسالة: أنا فلانة أخت فلانة، أختي توفيت في لمرض ألم بها وكذا، تطلبك الحل وكذا. فكان من المواقف الجدا جدا مزعجة، وقلبت علينا المهرجان بشكل كامل. طبعا الفريق أو الوفد السعودي وأيضا الوفود الخليجية المشاركة شاركت الجميع الحزن في هذا الموقف، لكن من المواقف التي لا أنساها نهائيا مثل هذا الموقف الحزين والمفاجئ جدا. فهذا أحد المواقف التي مررت بها.